السلام عليكم، أخوكم علي من تونس. إخواني، عرضت في فيديو سابق تحدثت فيه عن الصدمة العصبية، وهذه أحد الأعراض للصدمة العصبية. هذا حسون في سلك. عندما أردت الإمساك به، عندما دخل القفص قمت بإغلاق القفص بقوة، فحدثت معه صدمة عصبية. كما تشاهدون هو الآن في كأنه نائم، حتى عندما نلمسه ونأخذه يبقى في أيدينا، مع العلم أنه غير مروث، إلا أنه قد حدث معه صدمة عصبية. هذه هي الأضرار. كما تشاهدون لقد فاق الآن في الفيديو من صدمة، وقد تمكن من الطيران. كانت في حالة ثبات ولا يستطيع الطيران، إذ وضعته على العود يظل في نفس المكان، وهو كما ترون الآن قد نهض وطار. الصبية تحدث ويظل الحسون لفترة قليلة من الزمن، تظن كأنه تتأثر. انظروا له الآن، كأن لقد عاود السقوط. عندما تحدث معه الصدمة العصبية يظل الحسون في حالة من الفزع ولا يتحرك، وعندما يرجع إلى حالته الطبيعية يتمكن من الطيران كأنه لم يكن شيء. هذا هو أخواني موضوعنا بالنسبة اليوم. سوف يتم علاج هذا الحسون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.